مشاهدينا الأعزاء، أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي عين على العالم، والذي يأتيكم مباشرة من قناة أمريكا اليوم. في هذا الأسبوع رصدنا لكم أبرز الأحداث التي كان لها وقع مؤثر لدى الكثير منكم، ومن بين تلك الأحداث هزة أرضية بقوة 4.1 من الدرجة تضرب مدينة السويس. إصابة 7 أشخاص بينهم طفلة بجروح في إطلاق نار بولاية بنسلفانيا الأمريكية. مع دخول الحرب عامها الثاني، بوتين يلوح بالترسانة النووية وأوكرانيا تواصل الصمود. وشركة بيونتيك الألمانية تستعد لبدء تجارب سريرية للقاحات ضد السرطان. مشاهدينا، من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. أعلن المعهد القومي لبحوث الفلك والجيوفيزياء المصري أن هزة أرضية بقوة 4.1 من الدرجة على مقياس ريختر للزلازل ضربت البلاد الجمعة على عمق 20 كيلومتر شمال مدينة السويس. وقال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية جاد القاضي إن محطات الشبكة القومية لرصد الزلزال سجلت هزة أرضية على بعد 27 كيلومتر شمال السويس على عمق 10 كيلومترات. وأضاف أن المواطنين شعروا بالهزة من دون وقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات. وقال رئيس قسم الزلزال بالمعهد القومي للبحوث الفلكية في تصريحات إعلامية شريف الهادي إنه حدث زلزال بقوة 4.1 على مقياس ريختر شمال مدينة السويس، مؤكدا أنه غير مؤثر. من جانبه أعلن المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلزال أن زلزالا قويا بقوة 4.1 من الدرجة ضرب منطقة شمال السويس وشعر به سكان القاهرة، وليست هناك خسائر بشرية أو مادية. ونبقى في مصر، فقد استعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري مشروع تصنيع سيارة كهربائية مصرية، وذلك خلال اجتماع عقده بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد الغمري عميد البحوث التطبيقية بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والدكتور محمد عبد العزيز الأستاذ بقسم السيارات في كلية الهندسة بجامعة عين شمس. وأكد رئيس الوزراء على اهتمام الدولة بهذا المشروع الذي يحقق هدف توطين صناعة السيارات الكهربائية محليا. من جانبه أعرب وزير التعليم العالي عن سعادته لإتاحة الفرصة لعرض نموذج تصنيع سيارة كهربائية مصرية يحقق ربط البحث العلمي بالصناعة، وهو ما نضعه على أجندة أولوياتنا، لافتا إلى أن هذا النموذج خضع للتطوير بتكليف من رئيس الوزراء بعد العرض عليه بأحد المعارض. وتناول عميد البحوث التطبيقية بالأكاديمية العربية الخطوات التنفيذية للمشروع، موضحا أنه يتم العمل على بدء التصنيع خلال 6 أشهر للسيارة المخصصة للاستخدام داخل المدينة بمكون محلي 60%، مع العمل على رفع المكون المحلي إلى 90% خلال 24 شهر من بدء الإنتاج عبر مشروع بحثي ممول من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بهدف تصميم جميع المكونات الإلكترونية والكهربائية محليا. وأشار الدكتور محمد الغمري إلى أنه سيتم إنشاء مجمع لتصنيع السيارات الكهربائية على مساحة 50,000 متر، واتخاذ ترتيبات لتعميق المكون المحلي في التصميم الميكانيكي والمحركات والدوائر الإلكترونية للوصول إلى نسبة 100%، مضيفا أن المشروع يستهدف تلبية احتياجات السوق واحتياجاته المصرية من مختلف الطرازات، وتطوير تصميم مصري للسيارات المنتجة من خلال كوادر وطنية عالية المستوى. مشاهدينا، وننتقل إلى أزمة الدولار في العراق، حيث قالت نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكية جينيفر كافيتو إن منصة تداول العملة التي طرحتها الولايات المتحدة للتعامل مع العراق تهدف أولا للحد من غسيل الأموال أو وصولها إلى جهات خبيثة.
كافيتو أكدت أن الولايات المتحدة تعمل مع الحكومة العراقية منذ سنوات للقضاء على الفساد الذي يشوب بيع الدولار ووصوله إلى جهات أخرى عن طريق بنوك عراقية. مشاهدينا، المزيد عن هذا الموضوع نتابعه في سياق هذا الشريط. And with the Iraqi government over the course of several years to ensure that we eliminate any access that such actors have to Iraq's banking system and to update its banking practices. سنمنع وصول الدولار إلى جهات خبيثة، تقول الخارجية الأمريكية، وتؤكد ملف الطاقة في العراق يمس سيادته. توافدت البرلمانات العربية إلى بغداد للمشاركة في مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي في دورته 34 الذي انطلقت أعماله في بغداد الجمعة، حيث وصل إلى بغداد رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي، وكان في استقباله رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، كما استقبل الحلبوسي رئيس مجلس الشعب السوري حمود الصباغ والوفد المرافق له في مطار بغداد الدولي. وعقد في بغداد الاجتماع الأول للبرلمان العربي برئاسة النائب الثاني لرئاسة البرلمان العراقي شخوان عبد الله، ناقش الجوانب الإدارية والمالية والقانونية التي تتعلق بعمل الاتحاد وبلجانه. وقال مشاركون في المؤتمر أن 18 دولة من أصل 19 ستشارك في الاجتماعات النهائية، وأن المباحثات ستركز على حشد الدعم العربي في تثبيت أمن واستقرار العراق وإعادة سوريا للحضن العربي. المزيد نتابعه في سياق هذا التقرير. رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي، وكان في استقباله رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، كما استقبل الحلبوسي رئيس مجلس الشعب السوري حمود الصباغ والوفد المرافق له في مطار بغداد الدولي. إن 18 دولة من أصل 19 ستشارك في الاجتماعات النهائية، وإن المباحثات ستركز على حشد الدعم العربي في تثبيت أمن واستقرار العراق وإعادة سوريا للحضن العربي. مشاهدينا، وننتقل إلى تركيا وعودة الزلازل إليها من جديد، فقد ضرب زلزالان جديدان بقوة 6.4 بالعشرة و5.8 بالعشرة من الدرجة على مقياس ريختر الاثنين الماضي محافظة هاتاي جنوب تركيا، وفق ما أعلنت هيئة إدارة الكوارث التركية آفات. وحسب وزير الداخلية التركي سليمان سويلو، فقد أدى الزلزالان لمقتل 3 أشخاص على الأقل. هذا ويواصل البلدان تركيا وسوريا دفن موتاهم وانتشال الجثث من المباني المنهارة بسبب الكارثة التي خلفت مطلع الشهر الجاري أكثر من 45 ألف قتيل. المزيد نتابعه في سياق هذا التقرير. زلزالان جديدان في تركيا يحدثان أضرارا ويضاعفان من الرعب في أوساط السكان. في الساعة 8:04 بالتوقيت المحلي اهتزت الأرض في محافظة هاتاي الجنوبية. مركز الزلزال كان في بلدة دفنة. الله أكبر. شعرت أن الأرض ستتمزق، كانت الأرض تهتز بقوة، كنا خائفين للغاية، اعتقدنا أن الأرض ستنشق. إدارة الكوارث التركية أوضحت بأن الزلزال الأول كان بقوة 6.4 درجات على مقياس ريختر، أعقبه الآخر بعد 3 دقائق في منطقة سمنداغ وكان بقوة 5.8 درجات. تقارير قالت إن أشخاصا محاصرين بين الأنقاض، فيما كانت العواقب النفسية في أوساط الناس أكبر، فما هم مطمئنون على أنفسهم ولا على ذويهم. لقد كان الأمر مخيفا حقا، لم أواجه مثل هذا الزلزال القوي من قبل. لقد جئت إلى هاتاي كمتطوعة لمساعدة ضحايا الزلزال. أتفهم حالتهم النفسية لأنها حقا لحظة مخيفة. أصيب الناس بالذعر، لقد كان زلزالا قويا للغاية. كانت هناك مبان بالقرب من الخيام التي كنا فيها، لذلك ابتعد الناس عن عائلاتهم في حالة من الذعر. المركز الأورو المتوسطي لرصد الزلازل قال إنه سجل العديد من الهزات الارتدادية في تركيا وسوريا عقب الزلزالين الجديدين، وشعرت به 10 دول، فيما تشتد المخاوف من زلزال آخر أعنف. وإلى أمريكا، حيث أعلنت قائدة شرطة مدينة فيلادلفيا الأمريكية أن 7 أشخاص بينهم طفلة تبلغ من العمر 2 و4 مراهقين
أصيبوا في إطلاق نار بمدينة فيلادلفيا الواقعة في ولاية بنسلفانيا. وقالت دانيال أوتلو قائد شرطة فيلادلفيا في مؤتمر الصحفي إن والدة الطفل البالغة من العمر عامين كانت من بين المصابين بجروح خطيرة، وأضافت أن أسوأ الإصابات مراهق في حالة حرجة. وبدأ إطلاق النار على بعد أمتار من مدرسة ابتدائية، لكن أوتلو قالت إن الحدث لم يبدأ هناك على ما يبدو. وذكرت فوكس نيوز أن الحادثة وقعت بالقرب من ساحة مدرسة في حي ستروبري مانشن بمدينة، ونقلت عن مسؤولين قولهم إن إطلاق النار وقع بالقرب من ساحة مدرسة جيمس بلين، ومن بين جرحى امرأة تبلغ من العمر 31 عاما، وصبي 16 عام، وآخر 13 عام، وآخر 15 عام، وصبي 16 عام، وفتاة تبلغ من العمر عامين، وجميعهم في حالة مستقرة. ولم تنشر الشرطة معلومات عن الشخص السابع. ونبقى في أمريكا، حيث تسببت عاصفة قوية في انقطاع التيار الكهربائي عن نحو 88 ألف وحدة سكنية في ولاية كاليفورنيا، وأغلقت الطرق السريعة بين الولايات من أريزونا إلى وايمنغ، وأدت إلى إلغاء أكثر من 1500 رحلة جوية الأربعاء، وتأجيل نحو 3800 رحلة أخرى. ومن المرجح أن تستمر العاصفة لعدة أيام وقد تشتد. وقال مصدر دنفر الدولي أن ثلوجا كثيفة تتساقط في المنطقة، محذرا الركاب من تأخر الرحلات الجوية أو إلغائها. وستشق العاصفة طريقها نحو الساحل الشرقي للولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا الأسبوع. وأدت العاصفة أيضا إلى إغلاق مطار جنوب داكوتا بحسب ما ذكرته إدارة المطار في بيان. وحذرت مصالح الأرصاد الجوية من تكون كميات كبيرة من الجليد في المناطق التي لن تشهد بالضرورة تساقطا للثلوج. ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية تكون نحو سنتيمتر فاصلة 3 من الجليد في أجزاء من جنوب ميشيغان وشمال إلينوي وبعض الولايات الشرقية. ونتحول إلى الأزمة الروسية الأمريكية الأوكرانية، حيث قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أن روسيا لن تنتصر أبدا في حربها ضد أوكرانيا، مؤكدا خلال كلمة ألقاها في العاصمة البولندية وارسو بعد زيارة مفاجئة لكييف إن دعم واشنطن لأوكرانيا لن يضعف. وأضاف بايدن في كلمته أن بوتين عندما أمر قواته باجتياح كييف قبل عام كان يظن أننا سنقف مكتوفي الأيدي، لكنه أساء التقدير. التفاصيل تأتيكم في هذا التقرير. خطاب حماسي لجو بايدن أمام حشد كبير من البولنديين. من جارة كييف وارسو، أراد الرئيس الأمريكي إظهار وحدة الغرب في مواجهة روسيا مع اقتراب الذكرى الأولى لغزوها أوكرانيا. لا ينبغي أن يكون هناك شك في أن دعمنا لأوكرانيا لن يتراجع، ولن ينقسم الناتو، ولن نتعب. شهوة الرئيس بوتين الجبانة للأرض والسلطة ستفشل، وسينتصر حب الشعب الأوكراني لبلده. في خطابه هاجم جو بايدن فلاديمير بوتين وأعلن عن عقوبات مرتقبة جديدة ضد روسيا. في الوقت ذاته رد على خطاب مناهض للغرب ألقاه بالتزامن الرئيس الروسي. أتحدث مرة أخرى إلى الشعب الروسي. لا تسعى الولايات المتحدة والدول الأوروبية إلى السيطرة على روسيا أو تدميرها، والغرب لم يتآمر على مهاجمة روسيا كما قال بوتين. قبيل الخطاب اجتمع جو بايدن مع نظيره البولندي أندري دودا وأشاد بدعم وارسو لكييف. من المقرر أن يجتمع الرئيس الأمريكي في وارسو مع حكومات 9 دول من الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي. من جانبها قالت أوكرانيا أن قواتها صدت هجمات روسية على طول خط المواجهة يوم الخميس عشية الذكرى السنوية لبداية الحرب، فيما تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن ترسانة بلاده النووية. وبعد سلسلة من الخطب الحماسية قبل ذكرى الغزو، أعلن بوتين يوم الخميس عن خطط لنشر صواريخ باليستية جديدة متعددة الرؤوس عابرة للقارات من طراز سارمات هذا العام. وفي وقت سابق هذا الأسبوع علق مشاركة روسيا في معاهدة نيو ستارت للحد من الأسلحة النووية.
وقال بوتين: كما في السابق سنولي اهتماما متزايدا لتعزيز الثالوث النووي، في إشارة إلى إمكانية إطلاق الصواريخ النووية من البر والبحر والجو. وأضاف بوتين في تصريحات نشرها الكرملين في ساعة مبكرة من صباح الخميس: سنواصل الإنتاج الواسع لأنظمة كينجال الفرد الصوتية، وسنبدأ في تجهيز إمدادات ضخمة من صواريخ زيركون الأسرع من الصوت التي تنطلق من البحر. وتجاهلت أوكرانيا وحلفائها الغربيون الموقف النووي، ووصفه بأنه صرف للانتباه عن فشل الحملة العسكرية الروسية على الأرض بعد عام من شن بوتين أكبر حرب برية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. التفاصيل تأتيكم في سياق هذا التقرير. مرة أخرى يلوح فلاديمير بوتين بالسلاح النووي. في خطاب تلفزيوني تعهد الرئيس الروسي بمواصلة تجهيز جيشه بصواريخ متطورة. سنواصل تزويد جيشنا بأحدث المعدات. روسيا ستولي اهتماما متزايدا لتعزيز قواتها النووية. هذا العام سننشر صواريخ باليستية عابرة للقارات من طراز سارمات. كما سنواصل الإنتاج الضخم لأنظمة كينجال الجوية، وسنواصل إنتاج كميات كبيرة من صواريخ زيركون البحرية الأسرع من الصوت. بعد خطابه نشرت وزارة الدفاع الروسية هذه الصور التي تقول إنها تظهر المعدات المتطورة مثل هذه الدبابات المنتشرة في أوكرانيا. وفيما تواصل الدول الغربية دعمها لأوكرانيا، لا يتوقف فلاديمير بوتين عن إصدار قرارات جديدة. يوم الثلاثاء انسحبت روسيا من معاهدة نيو ستارت للحد من الأسلحة النووية، وهي آخر اتفاقية ثنائية من هذا النوع تربط بين الروس والأمريكيين، ما أثار مخاوف من استئناف موسكو للتجارب النووية. أما التعاون العسكري بين روسيا والصين وجنوب إفريقيا فيزعج أيضا الغرب. أعلنت بريتوريا عن مناورات عسكرية مشتركة كانت مقررة مسبقا مع بكين وموسكو، إذ وصلت يوم الأربعاء هذه السفن الحربية إلى مياه المحيط الهندي. بحسب واشنطن فإن الجيش الروسي يتكبد خسائر فادحة في أوكرانيا، ولمواجهة الانتكاسات العسكرية حشد الكرملين منذ سبتمبر الماضي أكثر من 300 ألف من جنود الاحتياط. يتوقع العديد من المراقبين هجوما روسيا أكثر شدة في الأسابيع المقبلة تزامنا مع مرور عام على الحرب. ومن الأخبار الطبية، تخطط شركة بيونتك الألمانية للبدء هذا العام في إجراء تجارب سريرية للقاحات تدورها ضد السرطان. وأوضحت الشركة في تقرير نشرته صحيفة شبيغل الألمانية أنها بالتعاون مع الحكومة البريطانية بصدد تحديد الأشخاص وأنواع السرطان والأماكن التي ستجرى فيها الاختبارات. وقال أوغور شاهين مؤسس شركة بيونتك: نعتقد أن هذا إنتاج لقاح للسرطان يجب أن يكون ممكنا لعدد كبير من المرضى قبل عام 2030. وتتبع شركة بيونتك نهج اللقاح الفردي المخصص لكل مريض على حدة، والذي يمكن أن يحدث ثورة في علاج السرطان. ولتسريع البحث في هذا المجال أبرمت شركة الصفقة مع بريطانيا هدفها توفير لقاح شخصي لحوالي 10,000 شخص بحلول عام 2030. ويجري البحث حاليا في لقاحات ضد سرطان الجلد والبنكرياس والقولون. المزيد عن هذا الموضوع نتابع في سياق هذا الشريط. لقاح لورم معين لدى شخص معين فعال وبآثار جانبية قليلة. هذا ما تعد به تكنولوجيا الحمض النووي الريبوزي المرسال mRNA لمكافحة السرطان. هذا ما ينتظره ديرك أرنولد وزملاؤه في مركز الأورام في منطقة ألتونا في هامبورغ، حيث سيبدأون قريبا دراسة سريرية كواحد من عدة مراكز في أوروبا. إنه أحد الأساليب الحديثة التي نعزز بها جهاز المناعة، ويستهدف بشكل مباشر المرض السرطاني. المشكلة هي أنه غالبا ما تتمكن الأورام الخبيثة من خداع جهاز المناعة البشري لسنوات. إذا تتخفى بمهارة عالية يصعب معها تعرف دفاعات الجسم على الخلايا السرطانية، أو أنها تكون أضعف من أن تخضعها لسيطرتها، ما يجعل الورم يواصل تكاثره دون عوائق. هذا ما حدث مع مريض ديرك أرنولد الذي لا يرغب في الكشف عن هويته، فقد تم تشخيص السرطان لديه بالصدفة أثناء تنظير للقولون، فتبين مدى تقدمه من انتقاله إلى الكبد أيضا. تم تحديد أو توقع عمري الافتراضي ببضعة أشهر، وكانت هذه بالطبع صدمة حقيقية.
خضع المريض لعملية جراحية، ولحسن الحظ أمكن في تدخل جراحي واحد استئصال الورم في الأمعاء وكذلك الخلايا المنتقلة إلى الكبد، لكن سيبقى ما يتعين فعله لخفض خطر عودة الورم. حتى أفضل جراح في العالم لا يستطيع اكتشاف الخلايا السرطانية المنتشرة والمتناثرة في كل مكان في الجسم، ولا حتى تلك النائمة ربما والتي لا تتكاثر، فهو لا يستطيع تغيير بيولوجيا المرض. وبيولوجيا المرض تعني أن الخلايا السرطانية الخاملة يمكنها البقاء حية لفترة طويلة ثم تستيقظ وتنقسم وتتكاثر مرة أخرى. ولمنع ذلك غالبا ما سيتلقى بعد العملية علاجا كيماويا من شأنه القضاء على ما تبقى من خلايا سرطانية، لكنه لا يهاجم هذه فقط بل كذلك الخلايا السليمة أيضا في الجسم بأكمله. أشعر وكأن السموم تغمرني. بمساعدة لقاح mRNA الجديد ينبغي أن يكون الجهاز المناعي قادرا على مكافحة الورم نفسه بشكل محدد، وبخلاف العلاج باللقاح التقليدي لا يتم حقن الجسم أثناءها بأي مكونات ميتة من مسبب المرض الواجب مكافحته. وبحقن لقاح mRNA يصل مخطط تركيب بروتين محدد للورم في الخلايا العضلية، ووفقا لهذه التعليمات ينتج الجسم بنفسه هناك مكونات الورم، فيتعرف الجهاز المناعي عليها كجسم غريب وينتج أجساما مضادة، وبذلك يعرف الآن العدو الذي يتوجب عليه محاربته. عملية الإنتاج تقلب إنجاز التعبير. لم يعد يحدث هذا في المختبر مع توفر كل الشروط الفنية، بل ينقل ذلك إلى جسم المريض الذي ينتجه بنفسه ويمكنه بعد ذلك معالجته بشكل جيد، ما يؤدي إلى التأثير ذاته، وهو أن جهاز المناعة يتعلمه. يأمل الباحثون أيضا أن يمكن اللقاح الجهاز المناعي من الكشف عن الخلايا السرطانية في الدم في وقت مبكر، وذلك قبل تكوينها لانبثاثات في أماكن أخرى. الهدف هو أن يتم التحكم في بقايا الورم القليلة جدا أو تدميرها بواسطة جهاز المناعة، وبذلك تزيد احتمالات الشفاء. يريد نيلز حلاما أن يكتشف قريبا في دراسة ما إن كانت هذه الطريقة مجدية، فهو أيضا مثل ديرك أرنولد يشرف على مرضى بسرطان القولون ويعمل في المركز الألماني لأبحاث السرطان في هايدلبرغ. من المنتظر أن يأتي لقاح mRNA من شركة بايونتيك في ماينز، التي يعتمد لقاحها لعلاج كوفيد-19 على هذه التقنية التي تعتمدها أيضا كيورفاك وتوبينغان وموديرنا من الولايات المتحدة، ويمكن استخدامها في مكافحة فيروس كورونا والسرطان أيضا. الهدف هنا هو إنتاج لقاح شخصي لمرضى السرطان بسرعة في المستقبل. هذا إنجاز حقيقي، لأننا لم نعد نتحدث عن أشهر أو سنوات حتى يكون اللقاح جاهزا، بل عن أسابيع، وهذا يفتح من حيث الأهمية والفعالية المحتملة مجالا جديدا بالكامل. لكن كوفيد-19 في الواجهة حاليا، وعلى ديرك أرنولد والمرضى أن ينتظروا حتى يتوفر اللقاح لعلاج السرطان أيضا. يأمل مريض القولون البالغ من العمر 52 عاما أن يكون قد تغلب على مرضه، لكن إذا عاد الورم فسيشارك بالتأكيد في دراسة يستخدم فيها لقاح mRNA. يبدو هذا في البداية واعدا جدا بالنسبة لي كمريض، كما أن آثاره الجانبية أقل بكثير، لذا يعتبر هذا أملا كبيرا للمرضى. لكن كم من الجرعات يتطلب الأمر؟ وهل يمكن للقاح وحده أن يمكن الجسم من محاربة الورم بفعالية، أم أنه يدعم فقط العلاج الكيماوي؟ هناك الكثير من الخطوات الصغيرة بين العلاجين، ويجب فهمها بشكل أفضل عن إمكانية إجرائها بنجاح وعن المخاطر المحتملة وأسباب حدوث هذا في إطار هذه الدراسات. لن تظهر النتائج إلا بعد بضع سنوات، لكن المتخصصين في الأورام عالميا واثقون من أن التقنية الجديدة ستمنحهم سلاحا واحدا في محاربة السرطان. وأخيرا حرصت شركة موتوسيكل السويدية على خلق تجربة قيادة أكثر أمانا لراكبي الدراجات النارية باستخدام وسادة هوائية جينس، كونها تفتقر إلى وجود وسائد هوائية إيرباك، وذلك عن طريق وضعها داخل بنطلون السائقين. الجينس يحمي الجزء السفلي من الجسم، وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية ابتكرت العلامة التجارية السويدية زوجا من الجينس يعرف بإيرباج جينس بقيمة $499 ينفتح في غضون ثوان لحماية الجزء السفلي من الجسم في حالة وقوع حادث. والإيرباج جينس بحسب الصحيفة البريطانية مبطنة بخرطوشة CO2 قابل للاستبدال التي تطلق الغاز عندما يبدأ الركاب في السقوط من دراجته.
وحرصت الشركة على تقديم هذه الحماية الجديدة لراكبي الدراجات النارية الذين يعانون من أعلى معدلات الإصابة بين جميع مستخدمي الطريق، ويرجع ذلك جزئيا إلى الافتقار للحماية الكافية، بالإضافة إلى إطلاق خوذة دراجات قابلة للنفخ تلتف بسرعة حول رأس مرتديها في حالة وقوع حادث. وتقول الشركة عبر متجرها الرسمي على الانترنت: الجنس مريح تماما مثل أي بنطال آخر، وهو مصنوع من قماش طارد للماء ومقاوم للتآكل، لكنه يشبه ملمس الجنس العادي. فقبل التنشيط تكون الوسادة الهوائية غير مرئية تماما، ولكنها تنتشر في غضون أجزاء. مشاهدينا، كنا وإياكم وحلقة مفصلة من برنامجنا الأسبوعي عين على العالم، والذي يأتيكم من قناة أمريكا اليوم. ولمتابعة كل ما هو جديد بإمكانكم زيارة القناة على موقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا. شكرا لكم وإلى اللقاء. هذه الأخبار وغيرها تتابعونها في برنامج عين على العالم، نطرح من خلاله عرضا شاملا لأهم الأخبار العربية والدولية على مدار أسبوع كامل. عين على العالم، برنامج إخباري يأتيكم من قناة أمريكا اليوم في الأوقات الآتية.